انا حاطط ايدي بس احتياطي من الخوف. ولكن من اكتر الحاجات اللي حيرتني في الشراء هي ان انا اجيب موبايل هولدر عدل للعربيه. كل اللي جبتهم قبل كده اي كلام، اللي يلزق في الازاز ويسيب اثر، اللي يلزق في حته تاني وتيجي تشيله ويتشال باللزقه، وحاجات يعني نيله، يا اما اللزقه تفك وما تلزقش تاني، لحد ما لقيت الاختراع الجامد ده مش اعلان، انا لقيت شركه بالصدفه بتبيع الهولدر اللي انا نفسي فيه ومش رخيص خالص. الهولدر ده انا جايبه ب 950 جنيه وقلت هديها فرصه، انا نفسي في هولدر نضيف فهجرب. وسهل جدا وهوريكم فكرته. اي سطح زي ده كده، اي سطح كده مستوي وما فيهوش اي حاجه، دي اهم حاجه، يعني مش زي الخشب مثلا، الخشب فيه تعريج فمش بيبقى مستوي زي ده كده. فاي سطح عندك في العربيه، في شاشه، في اي حاجه في الدنيا، في مرايتك، حتى لو في البيت مش لازم في العربيه. الاختراع الجميل اللذيذ ده اسمه جرين ده من شركه اسمها 3 ستورز. كان اول مره اسمع عنها ومعرفهاش، وده مش اعلان، هم مش دافعين لي اي حاجه. هجيب الجهاز الجميل ده، هروح حاطه كده، مجرد ما بيلقط ان في سطح اتحط على الهولدر بيروح شافط ويفضي الهواء اللي جواه فيلزق. يعني هو في العادي هو زيه زي اي هولدر باللي هو باللزقه دي اللي هي بتفضي الهواء، اكيد انتوا شفتوا زيها كتير. المختلف هنا هو الكهرباء وانه بيشحن بتايب سي. ده الحاجه اللي بتميزه. وبتميزه ازاي بقى؟ في ان هو اول ما يتحط كده يحس ان في سطح محطوط عليه، يلزق ويبقى تمام كده. طب ومن الناحيه التانيه انا مش شايف اي هولدر، صح؟ عندك حق. بص يا سيدي، ده موبايل الاندرويد بيجي معاه لزقه كده من ورا يتحط لها ماجنت، روح عامل كده اهو، ادي الموبايل لزق ما فيهوش اي حاجه، والماجنت بتاعها قوي جدا جدا جدا. تمام. وعشان اثبت لكم اكتر تعالوا نجرب بالايفون اهو. دلوقتي ده الماجنت وادي الموبايل اهو. انا حاطط ايدي بس احتياطي من الخوف، ولكن تمام. خلي بالكوا بقى من حاجه، طول ما هي مشحونه ودخل هواء بين الجهاز ده وبين السطح هتعرف تفرغ الهواء بنفسها وتلزق تاني. لكن لو ما كانش فيها شحن ودخل هواء بينها وبين السطح اللي هي ملزوقه عليه مش هتعرف ترجع تلزق تاني. ونصيحه اخيره، لو انت هتجيب الجهاز ده كل مره هتلزقه على حاجه نظف حته الكاوتشه دي قبل ما تلزق وبس كده. ها، يستاهل ال 950 جنيه ولا اي كلام؟